السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. مع بعض النهاردة هنعمل القطايف القمر اللي احنا شايفينها مع بعض دي. كل سنة وانتم طيبين كده بمناسبة شهر رمضان الكريم، يا رب أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير يا رب وبالبركة. هنعمل القطايف النهارده بطريقه سهله جدا جدا، مقادير مظبوطه تعتمديها باذن الله عندك. زي ما انتوا شايفين طالعه معانا طريه وتحفه، تقدري تعمليها في البيت بمكونات بسيطه جدا، بكوبايه من الدقيق او كوبايتين زي ما تحبي. نقول بقى بسم الله وندخل على بركه الله، نبتدي الفيديو. اول حاجه هيكون معانا حوالي كوبايتين ونص من الميه. معانا كوبايتين ونص من المية طبعا يا جماعة الدافية. وكمان معانا معلقة صغيرة خالص ممسوحة من الخميرة، ومعلقتين صغيرين من السكر، ورشة من الملح، وكمان كيس من الفانيليا. بنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض اهو. كمان كيس من الفانيليا معانا، كمان 300 جرام من الدقيق، حوالي كوبايتين من الكوبايات المعيارية. الكوباية بتبقى حوالي 150 جرام. هندخل بقى الدقيق. هي دي كل مكونات القطايف، سهلة جدا 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 وبسيطة، وتقدري تعمليها في البيت بمنتهى السهولة. بندخل بقى الدقيق. مهم جدا يا جماعة ان احنا طبعا ندخل الدقيق. طبعا المية بتاعتنا دافية، مفيش اي مكونات تاني. معلقة الخميرة تحاولي تكون معلقة صغيرة وممسوحة، معلقتين صغيرين من السكر لو كانت كبيرة يبقى معلقة ممسوحة كبيرة. بنقلبهم. ده القوام يا جماعة المظبوط زي ما انتوا شايفين، ما تقولوش دي خفيفة، لا ده كده 10/10. بنفضل كده نضرب فيها خالص خالص، نتأكد ان مفيش اي تكتلات فيها. وفي الوقت ده كمان بتصفيها وبتسيبيها تخمر حوالي ربع ساعة مش اكتر. ما تكتريش في عملية الخمر عشان خاطر ايه؟ ريحة الخميرة ما تظهرش فيها. حلوة جدا يا جماعة. تقدري المقدار ده كمان تقسميه للنص، يعني تعملي 150 جرام، هيطلع معاكي برضو كمية حلوة جدا جدا من القطايف. هنبتدي بقى نجيب مصفى ونصفيها زي ما انتوا شايفين عشان نتأكد ايه؟ ان مفيش اي تكتلات فيها. بعد ما بنصفيها بقى وبتبقى تمام ونتأكد انها خلاص ما فيهاش اي حاجة، بنبتدي نغطيها حوالي ربع ساعة. نخش بقى على بعد كده نحطها زي ما انتوا شايفين في شفشق كده، ونجيب طاسة طبعا ما بتلزقش، ونبتدي ايه؟ ننزل فيها القطايف. اول ما تبتدي معانا تعمل فقاعات كده وتلاقي لون العجين ده غير خالص، نبتدي على طول نشيلها. ولما تشيلي القطايف طبعا تكوني محضره فوطه تحطي القطايف وتغطيها على طول. هي وقتها قليل خالص، ما بتاخدش معانا وقت خالص يا جماعه ولا مجهود. تقدري تحشيها جبنه، وتقدري تحشيها مكسرات، تقدري تحشيها لحمه. كل اللي يعني تحبيه في الحشو والقطايف تقدري تعمليها حلو وتعمليها حادق. حاجه حلوه جدا عاملاها في البيت بمنتهى النظافه. ان شاء الله تجربوها بنفس الطريقه وتقولي رايكم في الكومنتات ايه. ما تنسوش بقى اللايك، وتنسوا كمان انكم تشتركوا معايا في القناه، تشرفوني طبعا وتنوروني وجودكم كده على ايه؟ على راسي من فوق. اهي القطايف زي ما انتم شايفين طلعت معانا هايله، خلصنا كل الكميه، طريه وتحفه. ان شاء الله تجربوها كده وتقولي رايكم ايه. حلوه جدا يا جماعه. اللي وصلت معايا لحد كده بقى دوسي على اللايك، ما تنسيش يا جماعه اللايك. طريه وتحفه، حلوة جدا. كل سنة وانتوا طيبين ودايما كده متجمعين في الخير وزايدين ومش ناقصين. اسيبكم بقى في فيديو جديد، اسيبكم على خير واشوفكم على خير، والسلام عليكم. دمتم في امان الله، مع الف سلامة.